السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بأحدث الأخبار الدولية والوطنية. في خبر عاجل وخطير، الأمن المغربي يتحرك بسرعة ويوقف اليوتيوبر الجزائري رشيد نقاز بمدينة مراكش بعد تطاوله الخطير على وحدة المغرب الترابية ومحاولته تزوير التاريخ من أمام مسجد الكتبية. ما الذي جرى بالضبط؟ ولماذا انقلب نقاز من معارض للنظام الجزائري إلى بوق يخدم الأجندة العسكرية ضد المغرب؟ إليكم القصة الكاملة. في خبر جديد، كشف الإعلام المغربي يوسف بلهيسي عن توقيف اليوتيوبر الجزائري المثير للجدل رشيد نقاز مساء اليوم بمدينة مراكش، وذلك بعد نشره لفيديو خطير من أمام مسجد الكتبية ادعى فيه زورا أن المسجد شيد من طرف الجزائر، كما وصف المغاربة الذين شاركوا في المسيرة الخضراء بالمحتلين، واعتبر تحرير المغرب لأقاليمه الجنوبية احتلالا غير قانونيا. المصدر الأمني: مصادر أمنية أكدت أن التوقيف تم في تمام الساعة 8:30 مساء من طرف عناصر الدائرة الأمنية الرابعة التابعة للمنطقة الأمنية الخامسة، وذلك في تدخل سريع وفعال بعد انتشار الفيديو الذي اعتبر تحريضا مباشرا ضد الوحدة الترابية المغربية وتزويرا للحقائق التاريخية الراسخة. رشيد نقاز اسم ارتبط بالمعارضة السياسية في الجزائر، اشتهر بترشحه ضد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ثم ضد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وكان معروفا بمواقفه المناهضة للنظام العسكري وبمساندته لعلاقات حسن الجوار مع المغرب. لكن ما الذي تغير بعد دخوله السجن بالجزائر؟ تشير المعطيات إلى أنه خرج من المعتقل بوجه جديد، وجه يخدم راية النظام الجزائري ويهاجم المغرب بشكل دوري، سواء عبر فيديوهاته أو من خلال خرجاته الإعلامية التي أصبحت تتماهى بشكل واضح مع الخطاب العدائي القادم من قصر المرادية. الأخطر في فيديو نقاز الأخير ليس فقط تصريحاته المضللة، بل اختياره المدروس للمكان. مسجد الكتبية أحد أبرز الرموز التاريخية والدينية في مراكش، حيث أراد إرسال رسائل مشفرة وخطيرة من خلال تصوير نفسه في موقع رمزي لإثارة الفتنة والترويج لأكاذيب تخدم أجندة العسكر الجزائري. لكن يقظة الأجهزة الأمنية المغربية كانت حاسمة، حيث تم إيقافه بسرعة في خطوة تعكس وعي الدولة بخطورة مثل هذه التحركات الإعلامية والسياسية الممولة، والتي تخفي وراءها أهدافا أعمق من مجرد يوتيوبر يبحث عن الشهرة. الآن نطرح عدة أسئلة: من يقف وراء رشيد نقاز بعد خروجه من السجن؟ وهل تحول فعلا إلى أداة في يد النظام العسكري؟ وكيف سيتعامل القضاء المغربي مع شخص متورط في التحريض والتشويش على التاريخ والوحدة الترابية؟ نحن أمام واقعة خطيرة تعكس حجم الحرب الناعمة التي تشن على المغرب من خلال أداة رقمية يراد لها أن تظهر في ثوب المعارضة، لكنها في الحقيقة تعمل على تنفيذ مخططات مدروسة. وختاما مشاهدينا الكرام، ما رأيكم في تصرف رشيد نقاز؟ وهل تعتقدون أنه يستحق المتابعة القانونية؟ شاركونا آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد أولا بأول. نلقاكم مشاهدينا الكرام في فيديو جديد وتحقيق أعمق. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.